والله هذا اللي طلع معك انه انا بلحق نور من مكان لمكان انه انا بصورها. شوفي رح اشرح لك بطريقه سريعه. هي الكاميرا، شايفتيها الكاميرا؟ باليوتيوب لما نصور فيديو بنخاطب المتابع باختصار، خلصنا تصوير الفيديو عدة لقطات، اخر شيء بنجمع بنطلع كرت الذاكره من هون، بنحط الفيديو على الكمبيوتر، بنعمل اديت اوكي، وبعدين بنصدر الفيديو على اليوتيوب. هذا شو نحن دائما بنخاطب المتابع، مثلا مرحبا عائلة عصام ونور، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، اشتقنا لكم كثير، رجعنا لكم بفيديو جديد. فدائما الكاميرا بتكون بالوش، دائما هيك بنخاطب الكاميرا. اما بسناب هو عفوي، حياة يومية، بتشوفونا بكل حالاتنا بكل تفاصيلنا. بس كلامك غير منطقي وغير صحيح، بتعرفي ليش؟ انا كنت صور اختي مثل ما بصور نور، بس بعمركم انتم اللي بتكتبوا هذا الكلام، بعمركم ما حدا كتب لي على اختي اسراء. انتم في عندكم مشكله مع نور، او بصراحه المشكله فيكم انتم. يعني انا بصور بكل عفويه، يعني انه نور مرقت لا ارجعي، او لا طلع الجوال. فهذا هو سناب عفوي. يعني ما فيني اذا بصور واحد اقول له لا امشي هيك امشي هيك، ارجع برجوع. يعني انه ما بصير انه الواحد يفتل، بس بدك تفتل بطش السناب. يعني انه لا، يعني انا غريب بصراحه انه بلاقي مثلا انه بعض من المتابعين انه حاطين مخهم بصراحه باشياء والله ما بعرف كيف. اول شغله زوجتي نور سبور، ثاني شغله يعني نحن بنحافظ قدر المستطاع على اللبس كرمال نرضي كل يعني انه نرضي كل طلع الجوال الناس، لانه في ناس بصراحه انه خلص هي هيك ما بتتقبل. مثلا يعني هلا نور ما مره شفتوها لابسه مثلا بروتيل، علما هي سبور. يعني ما في بنت سبور انه ما بتلبس بروتيل، عرفتوا؟ بس هي عم تلبس لبس هي مقتنعه فيه، يعني هي اللبس تبعها هي مقتنعه فيه، فهي حره. بس انتم بعمركم ما كتبتوا لي على اختي، حتى شفتوا اي مقاطع روحوا شوفوها وين ما بدكم، ما حدا بيجيب سيره اختي. لا حول ولا قوه الا بالله، بس لا حول ولا قوه الا بالله. بس هي هيك، الواحد لما ينجح فبده يتحمل، صح؟ فمثل ما قلت لكم بدايه حديثي، انا ما بيهمني بصراحه الكلام السلبي. طبعا في بعض الكلام مثلا مثل الكومنت اللي ردينا عليه عم صحح له، بجوز هي له وجهه نظر، فانا عم رد على وجهه نظر، نحترم كمان اراء الناس اكيد يعني. بس نحن بصراحه دائما بنقدم الشيء اللي نحن مقتنعين فيه واللي نحن مبسوطين فيه، هي اهم شغله. وانتم اللي بتحبونا دخيل قلبكم والله يسعدكم يا رب، بفندق كنت أو ودائما حياتكم كلها خير ونور وسعاده يا رب. واهم شيء برجع بقول لكم، اهم شيء تعملوا اي شيء انتم بتحبوه، مو كرمال ترضوا اي انسان. يعني اي شخص يعمل الشيء اللي هو بيحبه واللي بيشوف حاله راضي نفسه فيه وراضي مجتمعه واهله وناسه فيه، ما يرضي رفيق او صديق او رفيقه قالت لي انا ليش هيك مثلا شكل انفي لازم اسوي انفي، ليش انا كنستي هيك لازم اسوي، ليش عصام شعراته خفيف هون لازم يروح على تركيا يزرع تبغى تعيش. احلى شيء ورجع عم تقول لي قاعده جنبي، قالت انت تاركني مرضاني واليوم اخذ راحتك بالحكي، ما عم تستناني شارك معك. والله نور اليوم تعبانه حبيبه قلبي، ما على قلبك الا العافيه. والله البيت ما حلو بدونك، بدون الحركه تبعك، الحركه بركه والله. ما بعرف حطيناها انتي بيوتيك حب التهاب، صح؟ اخذت حب التهاب، حب التهاب، حبتين التهاب. ايه انا الحمد لله امبارح واليوم معدتي ما شاء الله ما شاء الله الف نعمه. ايه هلا كيف صرت؟ ما صرت احسن؟ بلى صارت احسن الحمد لله. يا عم طمنكم عليها، الحمد لله صارت احسن. وادم واليوم نايمين، والكس قاعد عم ياكل حبيب البابا دخيل قلبه. انا ومريتا شو عم تعملي؟ مريتا كمان عم تاكل دخيل قلبهم، انا دخيل قلبهم جايين جوا. هلا اكيد الانسان يعني مو سنه عن سنه شهر عن شهر اكيد الانسان بيتغير. يعني انا اليوم صار عمري 35 سنه، اول ما بلشت بالسوشيال ميديا كان عمري يمكن 27 او 29 والله ما بتذكر، يعني يا 28 قد كان عمري انا. صرنا 7 سنين بالسوشيال ميديا لما بلشنا، فاكيد الانسان بيتغير. يعني هذا اليكس هلا مثلا انه تغير، هلا صار عم يحب الفوتبول، من شهر كان يحب بس الروبلوكس، هلا صاير بده يعني يقوم يلعب معه طابه كل يوم. فاكيد الانسان بيتغير بغض النظر انت او انت مثلا كيف بتشوفيني انا تغيرت. بجوز تشوفيني تغيرت للاحسن، بجوز تشوفيني تغيرت للاسوء. فيعني اكيد الانسان يتغير، بس كل واحد له وجهة نظر معينة كيف بيشوف الشخص المقابل، هو بنظره كيف يتغير للأحسن أو الأسوأ. فهي بترجع أن الشخص اللي عم يشاهد
هو ونفسيته. اذا كانت نفسيته فيها شيء فبيشوف الثاني بصوره غير حلوه، بس اذا كانت نفسيته طيبه، واذا كانت نفسيته طيبه فبيشوف انه كمان الناس تغيرت للافضل للاحسن. الله يبارك لهم، الله يرزقهم، الله يسعدهم، عايشين مع بعض متهنين، عندهم اولادهم الله يسلمهم ما شاء الله عليهم، الله يهنيهم. طيب اللي عم تقول انت نحن تغيرنا، اذيتك شيء؟ عملنا لكم شيء؟ سوينا شيء؟ والله ما قربنا صوب حدا، نحن الحمد لله عايشين حياتنا ورب العالمين يعطي الانسان. شوفوا والله العظيم، هي والله العظيم رب العالمين عطانا على هو نيتنا، والف الحمد لله على النعمه اللي نحن فيها، هي اهم شيء. لك والله تحبكم العافيه، لك الله يسعدكم يا رب، والله الله يسعدكم يا رب. اقسم بالله يا جماعه نور الحمد لله انا بحبها بموت عليها، اي حدا من عيلتنا بحبها بموت عليها. نور انسانه جدا جدا عظيمه، اقسم بالله يا جماعه، مو لانه زوجتي وبس، هي انسانه جدا جدا عظيمه. تخيلوا بتتعب ما بتقول تعبت، ما شاء الله عليها، بتشتغل ودائما بتضحك ومبسوطه. حياتنا هي اللي منورتها، دائما بتسهل الامور علينا، وغير هيك والاهم من هيك انه هي انسانه بسيطه ما بيهمها المظاهر، واي شيء انا والله دائما بقول لها عليه بتقول لي اوكي عصام مسايره، ما شاء الله عليها، والله يعني ما يحرمني منها ان شاء الله يا رب.